سيد يعقوب، يعني كما يرى سيد أسامة أن البرلمان صممته الحكومة ودور هذا البرلمان هو مراقبة الحكومة، كيف له أن ينجح إذن في مهامه؟ لا طبعا هو السؤال اللي يطرح نفسه، هل معنى هذا النظام لا يجعل من الإخوان المقاطعين في النجاح؟ كثير منهم أكد بأن لو خاض العملية الانتخابية يعني يستطيع، هي مسألة مبدأ وليست مسألة يعني مسألة سقوط ونجاح، بل أن هناك رموز نعلم تماما لو في حال مشاركتهم سيصلون إلى قبة عبد الله السالم بكل أريحية لما يملكونه من قاعدة شعبية وجماهيرية. وبالتالي إذا كانت المسألة مسألة مشاركة، وأنا دائما أعلو الجوانب الدستورية والقانونية لأصول ممارسة حقيقية برلمانية، وبالتالي أعتقد أن اليوم إذا كان مشاركتهم سينجحون الغالبية العظمى منهم، فهذه مسألة تتفق مع الديمقراطية وتتفق من خلال المشاركة في قاعة عبد الله السالم في تعديل هذا القانون. الأمر الآخر أنا أعتقد نعم هناك بعض الأمور المستحقة اللي يمكن تذكر مسألة الإحباط، عدم إيمان السلطة في العملية الديمقراطية الحقة، أنا أتفق مع زميلي الأستاذ أسامة، لكن كيف نستطيع أن نحل مثل هذه الأمور؟ نستطيع أن نحلها إما من خلال المشاركة إذا كانت يرغبون في عملية المشاركة في العملية الانتخابية، أو حتى من خلال التواصل من كافة أطياف المجتمع الكويتي، من خلال طاولة المفاوضات، من خلال طاولة الحوار، ومن خلالها نطلع بمشروع إصلاحي يتفق فيه الغالبية، وطبعا لا يمكن نتفق جميعا لكن الغالبية العظمى نتفق على مشروع إصلاحي واحد نستطيع أن نقف فيه ونطالب فيه السلطة. ما إمكانية إذن سيد أسامة إيجاد مظلة وأيضا الحديث عن طاولة حوار لإيجاد توافق بين المؤيدين والمعارضين، الحكومة والمعارضة؟ أنا أحيي أستاذ يعقوب على هذه الأريحية وهذه الروح التي تبني الأوطان وليس روح الانعزال والانكفاء، لكن بالحقيقة العمل من داخل البرلمان محاط بألغام عديدة. يعني عندك موضوع حق الحكومة برد القوانين، حق الحكومة بحل البرلمان، حق الحكومة بتأجيل جلسات البرلمان، تحويل القوانين والاستجوابات إلى اللجنة التشريعية، تحويل القوانين والاستجوابات إلى المحكمة الدستورية، تأجيل الجلسات وتعطيلها بغياب الحكومة، تغييب الأعضاء الموالين للحكومة. يعني لاحظ أنا لم أنتهي من تعداد كل الحالات الألغام الموجودة للسلطة مقابل الشعب داخل البرلمان. فصار إحساسي وإحساس الكثيرين بأن المشاركة بالحقيقة هي مجرد تجميل للوحة قبيحة، ولا يعني يصلح العطار ما أفسد الدهر. لكن ما هي تحتاج إصلاحات جذرية حقيقية. نعم، لكن ما هي توقعاتك سيد أسامة عن شكل البرلمان ومجلس الأمة، يعني الخريطة السياسية المتوقعة بعد هذه الانتخابات كيف ستكون؟ لن تختلف كثيرا عن المجلس السابق، سيكون بأغلبية موالية للحكومة مع غياب واضح للمعارضة الجادة، ومن سيصل من أفراد يعني معينين محدودين من المعارضة لن ينجح بإحداث تغيير حقيقي، وسينتهي لما انتهينا إليه، سيقول أنا بعد ما شاركت اكتشفت بأن موقفكم بالمقاطعة هو الأصوب، لأن العمل من داخل هكذا برلمان صعب ومتعثر. ولكن ما سيصاب بالبرلمان المقبل هو التضارب ما بين الموالين، لأن نعرف أن السلطة ليست بلوك واحد ولكن مجاميع مختلفة تبع المتنفذ الفلاني، تبع الشخصية الفلانية، تبع الجناح الفلاني، فسيكون هنالك إذن على ماذا تراهن أيضا يعني المعارضة من خلال المقاطعة؟ على ماذا تراهن؟ المقاطعة الأولى أسقطت المجلس الأول، والمقاطعة الثانية بإذن الله تسقط المشروع بأكمله. إن شاء الله تثوب السلطة إلى صوابها، تدرك بأن هذا قانون ليس مضرا بالمعارضة بل مضرا بالبلد. البلد يكون صحي متى ما كان في معارضة حية صحية تعمل داخل البرلمان في ظل رقابة الدولة وعيون الإعلام. وجود المعارضة بأعداد كبيرة خارج العملية السياسية مظهر غير صحي. بإذن الله يكون هنالك حكماء وعقلاء في كل طرف يقدمون مصلحة الوطن، يعودون عن هذا المشروع المدمر للمجتمع قبل أن يكون مدمر للساحة السياسية. نعم.
سؤالي إليك سيد يعقوب، هل ستنهي الانتخابات الجدل السياسي أم أنها ستفتح الباب لمزيد من التجاذب خلال المرحلة المقبلة؟ والله أنا أتوقع ولله الحمد، يمكن أنا متفائل جدا في نسبة المشاركة من قبل المرشحين والشخصيات المرشحين اللي مختلفة، من القوى السياسية، من أصحاب الأفكار النيرة، من يعني ناس مهنيين، تكنوقراط، واعدين. لذلك أنا أعتقد أن اليوم أنا لا أؤمن بسياسة الإقصاء، لا أؤمن بأن هناك موالاة بهذه الصورة، لا أؤمن بأن هناك معارضة من أجل إسقاط مثلا النظام، وإن كانت هناك هنا وهناك البعض يمين وشمال، لكن هم قلة قليلة. كلنا نؤمن بأن الكويت هي مظلتنا، بأن الديمقراطية هي المظلة الحقيقية لنا، نؤمن إيمان راسخ بالدستور، ولكن نختلف في الحلول. يعني هل سينتهي الجدل السياسي أم أنه سيزداد؟ بكل تأكيد. اليوم أنت لاحظ بدأنا في المجلس المبطل الأخير في عدد معين، الآن الغالبية شاركت. أنا أتوقع في المستقبل حتى البعض من إخواننا المقاطعين سيشاركون، لأن الجانب الإيجابي هو الحل وليس الجانب السلبي. احنا اليوم لما نرى بأن هناك بعض القوانين وبعض السلبيات السيئة في الممارسة الديمقراطية، يجب من خلال مشاركتنا الفعالة نقوم بتعديل هذه القوانين. أيضا محاسبة الحكومة، محاسبة السلطة من خلال الرقابة الحقة، من خلال المشاركة الحقة. أنا أؤمن بالرأي والرأي الآخر، لكن لا أؤمن بسياسة الإقصاء. لذلك اليوم مهم جدا أن لا نكتفي، وأنا أدعو حتى زميلي الأستاذ أسامة أن لا نكتفي في عملية المقاطعة فقط، وإنما يعني نطالب في مؤتمر حوار وطني، نقعد كلنا في الطاولة ولا نقصي أحد، لأن اليوم حتى المحسوب على الحكومة هذا ابن البلد، وحتى الموالاة أيضا محسوب على البلد، وكل من يحمل فكر آخر أيضا هو ابن هذا البلد، وبالتالي نستطيع أن نطلع بمشروع إصلاحي واحد. لكن أنا لا أؤمن بمسألة السلبية وأقاطع من أجل المقاطعة بدون أن لا أضع حلول مناسبة تؤدي إلى نتائج ملموسة. احنا تعبنا كثيرا، البلد معطل، التنمية واقفة، مو هذه الكويت اللي احنا كنا نعرفها في السابق. نعم، إذن الحديث عن الحلول، وأيضا المطلوب من المعارضة ليس المقاطعة فقط بل وضع حلول. هل وضعتم حلول سيد أسامة لأيضا تقليل من حالة الجدل السياسي في الكويت؟ بالحقيقة الخيار الذي اخترناه هو ليس المقاطعة، هو خيار المعارضة، معارضة الوضع القائم، معارضة الفساد الحكومي، والمقاطعة هي مجرد واحدة من الأدوات. الحل الأساسي برؤيتنا ككتلة أغلبية ك32 نائب من مجلس فبراير 2012 هو التوجه نحو الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية، أو ما عرف إعلاميا باسم الحكومة المنتخبة. لا يصح ونحن الآن في عام 2013 بأن تكون الحكومة تشكل بمعزل تام عن التركيبة البرلمانية. يجب أن تعكس الحكومة التركيبة البرلمانية حتى تكون للحكومة أغلبية برلمانية تدافع عنها وتحاميها. وصلوا غالبية أعضاء مجلس الأمة تكنوقراط، تكون الحكومة تكنوقراط. وصلوا ليبراليين ذو نظرة تحررية بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، تكون الحكومة ليبرالية في التوجهين الاقتصادي والاجتماعي. ثم يكون خيار الناخبين والمواطنين هو بالصندوق، إما يجدد لهذا البرلمان وبالتالي يجدد لهذه الحكومة، أو يغير الأغلبية داخل البرلمان بالتالي يغير الحكومة. الحكومات الحالية عاجزة عن تلبية طموحات المواطنين لأنها لم تنبعث من المواطنين. فهو يقول يعني لسان حال الحكومة ما عبر عنه البارحة وزير المالية الدكتور مصطفى الشمالي، قال بالحرف الواحد: لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة. يعني لاقى استغراب الأكاديميين والسياسيين، كيف لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة؟ الحكومة مجرد خادم للشعب موجود للسهر على راحته والعناية فيه، لا صوت يعلو فوق صوت المواطن.
بالتالي رؤيتنا للإصلاح هي بحكومات تعكس الأغلبية البرلمانية، بحكومات ذات تمثيل شعبي ونيابي أكثر، حتى تكون خادمة للمواطنين وحارسة بشكل حقيقي وليس باجتهادات فردية قد تصيب وقد تخطئ فتودي بنا جميعا للمهالك. شكرا جزيلا لك، ونتمنى مستقبل باهر. دون الحديث عن المهالك للكويت، أسامة شاهين المحامي وعضو البرلمان السابق كنت معنا من الكويت، وأيضا أشكر مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانعة المحامي. شكرا جزيلا لكما مشاركتنا الحوار. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم.